بص يا سيدي، في افلام كده مهما تتفرج عليها عمرك ابدا ما تزهق منها. افلام شكلت جزء من ذكرياتك وبتعرف تطلع منك الضحكه. تعال اخدك من ايدك ونرجع لسنه 2004. انت معاك فكره فيلم عن ضابط بيتم تكليفه بمهمه في جامعه خاصه منتشره فيها تجاره وتعاطي المخدرات. لاول وهله الفكره هتاخدك للقالب البوليسي الممزوج بالاكشن مع بعض التاتشات الدراميه، ودي كانت الحاجه الاوقع. انما الفيلم بتاعنا النهارده عمل لك خلطه مختلفه تماما. عمل كده زي طبق الكشري، كل حاجه فيه ملهاش علاقه ببعض بس طعمه حلو جدا. فيلم بوليسي كوميدي درامي بسيط بيعيشك رحلة فيها هتضحك وهتتأثر وتتفاعل مع الشخصيات، وفي نفس الوقت الفيلم رغم بساطته إلا إن فيه بعض الرسائل المبطنة، وكمان اتنبأ بظاهرة بقت منتشرة دلوقتي بشكل كبير. ده غير الشخصيات والمشاهد الأيقونية اللي قدمها لك الفيلم، واللي أصبحت جزء لا يتجزأ من صفحات الميمز والكوميكس. والفيلم كان مليان إفيهات عايشة معانا لحد النهاردة وبنرددها، برغم إن الفيلم أصلا معتمد على كوميديا الموقف زي ما هشرح لك كمان شوية. من غير رغي كتير، يلا بينا نحلل واحد من أجمل أفلام الكوميديا في الألفينات. جهز فنجان قهوتك ودوس لايك وسبسكرايب ويلا بينا نبدأ. الباشا تلميذ، فيلم من إنتاج سنة 2004 من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان، ومن بطولة كريم عبد العزيز، حسن حسني، غادة عادل، رامز جلال، محمد رجب، مها أحمد، محمد لطفي، خالد الصاوي وغيرهم. قصة الفيلم بتدور حوالين الملازم أول بسيوني عبد السلام بسيوني، ضابط الشرطة حديث التخرج اللي بيتم زرعه من قبل وزارة الداخلية داخل جامعة خاصة، وده بعد ما وصلت معلومات للجهات الأمنية بإن في نشاطات مشبوهة بتحصل داخل الجامعة دي، زي الإتجار في الممنوعات وكمان الإدمان والتعاطي. وكان مطلوب من بسيوني إنه يوقع الخلية دي من غير ما حد يتعرف عليه. وبيبدأ الفيلم ياخدك في رحلة مع الضابط بسيوني، وبتشوفه إزاي بيدخل ويندمج وسط العالم ده، وبتحصل تحولات في القصة وفي الشخصيات، وبتنتهي المهمة بنجاح بسيوني وحصوله على ترقية. قصة الفيلم بسيطة جدا وعميقة جدا في نفس الوقت. هتقول لي ازاي؟ هقول لك حبكة الفيلم متشابهة مع أعمال كتير، وهي فكرة زراعة ضابط لتوقيع خلية إجرامية، إنما العمق هنا كان تحول الشخصيات نفسها وتوجهاتها، وده حصل بالتدريج بعد ما الفيلم ادالك باك جراوند عن حياة كل شخصية. كمان تيمة الفيلم هي البوليس الكوميدي، والتيمة دي نادرا ما كانت بتنجح عندنا في السينما، إنما الباشا تلميذ كان حالة خاصة وقدر يكسر المعادلة دي. الفيلم كان معتمد على كوميديا الموقف المدعومة بالإفيهات، والكوميديا كانت مكتوبة حلوة جدا وخلت القصة يطلع منها مشاهد ومواقف كتير تضحك. والميزة في الفيلم إنه استلمك على طول من غير ما تاخد نفس، ومن أول المشاهد بدأ يرمي لك مواقف وإفيهات، وقدر يفرش فرش صح لللاين اللي الكوميديا هتمشي عليه طول الفيلم، وده بفضل عملاق اسمه حسن حسني اللي قدر يشدك ويدخلك في جو الفيلم. وكفاية بس مشهد اختيار الضابط اللي هيقوم بالمهمة دي دفعة 2001. دي دفعة عرابي. وهنا الفيلم نجح انه يثبتك علشان تمشي معاه من الاول، علشان يجي بقى الدور على الشخصيات. عندنا شخصيات كتير في الفيلم، الضابط بسيوني واللواء نجدت والشله بتاعت الجامعه، وشخصيات تانية بتدعم القوام الرئيسي في الفيلم. ونبدا ببطل العمل بسيوني عبد السلام بسيوني، الشخصيه اللي جسدها كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز في الوقت ده كان بدأ يصنع بيرسونا لنفسه مختلفة عن كل أبناء جيله. يعني لو بصيت لجيل كريم اللي هم هنيدي والسقا وحلمي ومحمد سعد وهاني رمزي، هتلاقيهم كلهم أخدوا سكة التخصص، يعني كل واحد ركز في حاجة. إنما كريم قرر ياخد سكة مختلفة، وبرغم إنه مش مصنف كممثل كوميدي إلا إنه قدر يثبت نفسه في الكوميديا في أعمال زي حرامية في كي جي 2 وحرامية في تايلاند، علشان بعدها في الباشا تلميذ يوصل للبيك بتاعه في الكوميديا من وجهة نظري، ويكمل على النجاح ده بعدها بسنة في أبو علي، ويثبت لك إنه ممثل شامل بيلعب كل الأدوار. الحقيقة كريم قدم الشخصية بسلاسة، وقدم معادلة صعبة جدا بس نجح فيها، وهي الجمع بين هيبة الضابط وخفة الدم والكوميديا. يعني مثلا بتشوفه لما كان وسط الشلة كان فعلا شاب مسخرة بيهزر ويسف ويهرج، وفي مشاهد تانية بيحسسك انه ظابط فعلا، فقدر يخلق توازن في الشخصية. ده غير الكاريزما والحضور. يعني تخيل مثلا ان السقا او مصطفى شعبان واحد منهم اللي لعب الدور ده، هتلاقيها مش راكبة صح؟ كمان الكيمستري اللي كانت ما بين كريم والعملاق حسن حسني كانت عالية جدا، تقريبا انت كل مشاهدهم مع بعض مش بتبطل ضحك، مرة واحد فيهم يكون الفعل والتاني رد الفعل، ومشهد تاني تلاقي العكس، فقدروا يشيلوا الفيلم بباقي ممثلينه على كتافهم. كمان التحول في شخصية بسيوني كريم قدمها ببراعة، وفي لحظات الدراما آخر الفيلم ولما بعدنا عن الكوميديا كريم عبد العزيز أثبت لك فعلا إنه ممثل تقيل. نيجي للشخصية التانية في الفيلم واللي ما تقلش كتير عن شخصية بسيوني، بل أنا بعتبرهم هما الاتنين أبطال الفيلم، اللواء نجدت. اللواء نجدت حرفيا كان العمود الفقري بتاع الفيلم. اللي اتقال على كريم عبد العزيز بينطبق بالظبط على عم حسن حسني، اللي قدر يجمع ما بين الهيبة وخفة الدم، قوة الشخصية وفي نفس الوقت الروح المرحة. لو أي ممثل تاني عمل الدور كان ممكن الدور يتحول لشخصية هزلية، إنما عم حسن حسني قدر يحافظ على الشعراية اللي بتفصل بين عنصر الجد وعنصر الهزار. حسن حسني قدم لك مشاهد أسطورية في الفيلم ده بالذات، ورياكشناته وردود فعله وإفيهاته تدرس حرفيا.
وتقريبا في كل مشهد شارك فيه كان بيشيل 75% من نسبة الكوميديا اللي موجودة في المشهد، ولو جربت تشيله من الفيلم هتلاقي الفيلم فقد كتير من روحه. غير مشاهده مع بسيوني كان في لاين تاني كده، وهو مشاهده مع حازم أخو مراته، واللي برغم إنك لو بصيت على السيناريو كورق ممكن تحس إن اللاين ده مضحك، إلا إن حسن حسني ومحمد لطفي حولوا الخط ده لواحد من أهم الخطوط في الفيلم رغم عدم تأثيره على الحبكة، إلا إن كوميديتهم مع بعض كانت حاجة فوق الخيال وبتخليك تستنى مشاهدهم بفارغ الصبر. وحسن حسني في الفترة دي كان شايل معظم أفلام الشباب، وأنا كنت عامل حلقة عن الموضوع ده هيفوتك كتير لو مشفتهاش، هسيبها لك تحت في الديسكريبشن. نيجي بقى لشخصيات الشلة، إنجي وطارق كابو وحمزة ومايا. الحقيقة شخصيات الشلة كلها هتحسها متشابهة لكن مع اختلاف ظروف كل واحد. السيناريو هنا قدم لك حاجة مميزة جدا، أظهر لك مشاكل الشباب في الوقت ده من خلال شخصية كل واحد في الشلة، وليه بدل ما يعالجوا مشاكلهم اتجهوا للطريق السهل وهو التعاطي. إنجي البنت الرقيقة الجميلة اللي رغم حالتها المادية الكويسة إلا إنها بتعاني من التفكك الأسري. غادة عادل قدمت الدور حلو جدا، وأحسن حاجة إن الرومانسية اللي بينها وبين بسيوني ما كانتش ملزقة، إنما عادي كان فيها ضحك وتهريج وسلاسة في التعامل. نيجي بقى لطارق كابو الفيلم بتاع الشلة اللي ممكن من خلال أحداث الفيلم تكرهه، بس رغم كده طارق من الشخصيات اللي بتتطور مع أحداث الفيلم، وكان في تويستاية في دوره قلبت الموازين، وأعتقد إن كلنا تعاطفنا معاه في الآخر لما عرف الطريق الصح. وانا شايف ان محمد رجب عمل دور الفيلم بشكل مختلف، لا بيبرق ولا بيجز ولا بيضحك ضحكات متقطعه شريره، بالعكس كان انسان عادي جدا في بعض الصفات السلبيه زي اي انسان. حمزه بقى كان رمز للشاب الحالم اللي فشل في الغنى بس عامل فرقه وبيغني فيها، وده من احلى ادوار رامز جلال، واعتقد ان الفيلم ده كان علامه فارقه في مسيرته. رامز جلال في الفيلم ده وبرغم ان دوره ما كانش محوري الا ان كل مشاهده بقت علامه في الفيلم، وتحس انه كان بيبذل مجهود كبير في مشاهده القليله عشان يضحكك، وبالفعل نجح في ده. مايا بقى البنت اللي كانت بتدور على الحب والحنية، واللي الصدمات مؤثرة عليها ومخليها مفتقدة للأمان، وكانت بتحاول إنها تلفت الأنظار حتى لو هتفرض نفسها على غيرها. ومها أحمد أدت الدور ببراعة، وهي أصلا كانت شاطرة جدا في الأدوار دي ساعتها. وبكده الفيلم جاب لك مشاكل الشباب بشكل مختلف في عصر كان يعتبر العولمة ابتدت تنتشر فيه بشكل سريع، ورتم الحياة بقى أسرع من زمان. شباب تايه بين الحلم والفلوس والفشل، والشلة دي رغم إنها تبان من عناصر الشر في الفيلم إلا إن كل واحد فيهم كان ضحية. في بقى شخصيات ثانوية ما كانتش مساحتها كبيرة إلا إن مشاهدها في الفيلم ما تتنسيش، زي مشاهد الراحل لطفي لبيب أبو إنجي، والمخبر أول سباع السباعي للراحل الجميل سليمان عيد، وشخصية أبو أمل للراحل سعيد طرابيق، وكمان شخصية نوفل للفنان رضا إدريس. الراجل ده مظلوم جدا على فكرة، وفعلا من الناس اللي بتضحكني برغم إن أدواره بسيطة. وطبعا ما ننساش شخصية حازم. محمد لطفي أبدع يا جماعة في الدور ده، وكان عامل جو حلو قوي في الفيلم، والميكس اللي بينه وبين بسيوني كان خطير، وطبعا الميكس اللي بينه وبين اللواء نجدت كان في حتة تانية. وهي الفترة دي عامة كانت البرايم بتاع محمد لطفي، وكنت هتلاقيه منتشر جدا في الأفلام الكوميدية وقتها. كمان عندنا عنصر الشر في الفيلم، واللي كان بيمثله الفنان الكبير خالد الصاوي، ورغم ان مساحة الدور ما كانتش كبيرة الا ان خالد الصاوي نجح انه يسيب بصمة في الدور ده، قدر فعلا يخليك تسترخمه بطريقة كلامه وضحكته اللزجة، وطبعا جملته الشهيرة أسرة مع بعضينا. واعتقد ان خالد الصاوي برضو الفيلم ده كان نقلة ليه وبدأ ينتشر من بعده. الادوار كلها كانت متسكنة حلوة جدا، وتقريبا مش هتلاقي مسكست، وده كان سبب رئيسي من اسباب نجاح الفيلم. مين بقى اللي جمع كل الحاجات دي تحت مظلته؟ وائل احسان يا جماعة. الراجل ده مظلوم جدا جدا جدا، حقيقي من اكتر المخرجين الاندر ريتد اللي مش واخدين حقهم لحد النهارده. افتكر كده اغلب الافلام الكوميدية في بداية الالفينات هتلاقي الراجل ده هو اللي عملها، الليمبي، اللي بالي بالك، الباشا تلميذ، زكي شان، مطب صناعي، وش اجرام، ظرف طارق، عندليب الدقي، رمضان مبروك. كل الافلام دي من اخراج وائل احسان. اغلب افلام وائل احسان هتلاقي جرعة الكوميديا فيها عالية جدا مع رتم سريع ما يخليكش تمل، ووائل احسان كان عنده ميزة انه بيقدر يوازن ما بين الكوميديا والبناء الدرامي في اعماله، فما كنتش تلاقي حاجة بتيجي على التانية. كمان الكادرات في الفيلم كانت بسيطة جدا وبتخدم على الكوميديا مش بتستعرضها، يعني الكادر دايما ثابت على الحدث او الافيه، مفيش استعراض بصري مبالغ فيه. وائل احسان بيعرف يطلع من الممثل الكوميدي افضل اداء ليه بدون مبالغة او افورة، وشفنا الكلام ده في معظم افلامه، عشان كده افلامه عايشة معاك. الراجل قدم لك فيلم بوليسي كوميدي بسيط بدون تعقيدات بصرية، وخلى المشاهد كأنه عايش في الكادر مع الشخصيات. طيب بعد ما تعرفنا على السيناريو والإخراج والممثلين، أكيد حد دلوقتي هيسأل هو الفيلم كان عايز يقول لنا إيه؟ الحقيقة الباشا تلميذ رغم إنه فيلم كوميدي خفيف إلا إن في بعض الرسائل اللي الفيلم كان عايز يوصلها. أول حاجة هو كان بيوصف حال الشباب في الوقت ده،
وبما ان الفيلم شبابي فهو عايز يوريك معاناة الشباب، وانه اسهل حاجة ان الشاب يهرب من فشله بالتعاطي والادمان. كمان كان بينبه الاهالي وخصوصا اللي حالتهم ميسورة وبيدخلوا اولادهم جامعات خاصة ان دورهم ما انتهاش لحد هنا، وانهم لازم يتابعوا اولادهم مش مجرد يدفعوا لهم فلوس الجامعة وخلاص. وده ياخدنا للشق التاني وهي الجامعات الخاصة. طبعا الموضوع ده زمان ما كانش منتشر زي دلوقتي، بس الفيلم حاول ينبهنا للمستقبل وقد كان. المشكلة مش في الجامعات الخاصة ابدا، بالعكس دي حاجة حلوة انك توسع رقعة التعليم في البلد، انما المشكلة الاكبر في اللي بيديروا الجامعات دي واللي اهم حاجة عندهم البيزنس والفلوس، حتى ولو على حساب مستقبل الشباب. فتلاقيهم بيعملوا اي نشاط ما دام هيجيب فلوس، وطبعا ولا في متابعة لاحوال الطلاب ولا لمستواهم ولا لسلوكياتهم ولا اي بتنجان. يا باشا ما دام دفعت فلوس الترم خش برجلك اليمين. وده اللي شفناه في الفيلم، للدرجة اللي خلت المسؤولين في الجامعة نفسهم طلعوا عصابة بيتاجروا في المخدرات. لو جينا بقى للايجابيات والسلبيات، فالفيلم فيه ايجابيات كتير. الكوميديا خفيفة ومتقنة، والايقاع سريع، والشخصيات كلها متسكنة صح، والموسيقى التصويرية كانت بتتفاعل مع المشاهد وتكملها، وكانت ساعات بتمهد لك للحدث. الاخراج بسيط جدا وسلس، ومعظم الشخصيات حصل لها تحول، وده دراميا كان حاجة مهمة وكان بيكمل البناء الدرامي للحبكة. اما بقى السلبيات فهي مش كتير، هم كام ثغرة في السيناريو لو حد ركز هيجيبهم، زي مثلا ان عنصر الشر في الفيلم ما تمش تسليط الضوء عليه بشكل اكبر الا في اواخر الفيلم. كنا محتاجين نعرف خلفيات ودوافع الشخصيات الشريرة في الفيلم، وايه مثلا اللي وصلهم انهم يتاجروا في المخدرات داخل الجامعة. كل دي اسئلة الفيلم ما جاوبش عليها. كمان في بعض المشاهد الغير منطقية، زي اللي هو نجدت لما كان بيروح مع بسيوني الجامعة، او لما راحوا يطلبوا ايد امل، او لما جاب الشلة وعملوا حفلة في شقته. هل محدش سأل او شك مين ده مثلا؟ يعني لما راح الجامعة معاه محدش مثلا سأله على اسمه بما انه جاي كولي امر البسيوني ده؟ كمان وهو خارج ركب عربية الشغل في قلب الجامعة، في حين انه كان راكب نفس العربية في المشهد اللي كانوا بيفتشوا فيه على المخدرات وما لقيوهاش. هل برضه محدش شك فيه؟ كمان الفيلم ما جابلناش هي العصابة عرفت حقيقة بسيوني ازاي، لكن اعتقد انهم كانوا قاصدين يعملوا ده علشان يدولك الصدمة في اخر الفيلم. بس على الاقل كان ممكن يمهدوا للحدث ده في مشهد قبل النهاية مثلا، وكانت هتبقى صدمة اكبر. ودي كانت بعض السلبيات البسيطة اللي ما اثرتش على جودة الفيلم ولا نجاحه، لان كوميديا الفيلم كانت جميلة وغطت على كل ده. اما بقى لو سألنا ليه الفيلم عايش لحد دلوقتي، الحقيقة الفيلم قدم لك بعض المشاهد الايقونية اللي عايشة لحد النهاردة، زي مشهد اختيار بسيوني للمهمة، ومشهد تقديمه لمساعد الوزير، ومشهد الفرح، ومشهد الخطوبة بتاع امل، ومشهد رامز جلال لما كان بيشتري التذاكر، ومشهد النهاية أسرة مع بعضينا. دي أسرة واطية. كمان إفيهات الفيلم زي يا فاشل يا فاشل، والمنطقة دي منطقة أعراب، وحازم حازم، وبسيوني بسيوني، وعقلوا الكلمة قب على الكسفة اللي انت فيها يا حازم، احنا أسرة مع بعضينا، حاولت أعمل حاجة صح. كلها إفيهات بنستخدمها لحد النهاردة، وكمان صفحات الميمز بتاكل عليها أحلى عيش. وبس يا سيدي، ده كان كل اللي عندنا النهاردة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وتكتب لي رأيك في الكومنتس، وترشح لي أي أفكار ممكن نعملها الفترة الجاية. أشوفك على خير يا صاحبي، سلام.